يعني لعبه زي دي اللاعب ياخد انذار، ولعبه زي دي اللاعب هنا ما ياخدش انذار. اول حاله هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه استخدام باليد، وطبعا هنا استخدام اليد موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهو الهدف الثاني لفريق سان داونز، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي هنا اللاعب استخدم اليد مع لاعبي النادي الاهلي زي ما احنا شايفين مع بعض. طيب هنا استخدام اليد طبعا ما فيش فار ان الحكم يرجع له، لكن في حكم دي مسؤوليته. كرة الاثنين لعيبه في الهواء سهل جدا ان الحكم يشوف اللقطه اللي انا جايبها ديت، ويشوف كوع لعيب سان داونز وهو في دماغ لاعبي النادي الاهلي. لعبه زي دي كان لازم الحكم يحسب فاول. اي حد بقى ممكن يقول لك هنا استخدام اليد طبيعي، اقول لك هو الحكم بعديها حسب فاول على لاعب برضه سان داونز عشان بيستخدم اليد زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا استخدام اليد حسب فاول. طيب وهنا برضه ما هو استخدام اليد اهو، هنا كان لازم الحكم برضه يحسب فاول. نروح للحاله اللي بعديها وهنا كان لاعب الاهلي بيطلب بضربه جزاء، نشوف مع بعض هل في التحام ولا لا. عايز اقول لك ان اللعبه دي المخرج ما عادهاش نهائي، طبعا لقطه غريبه جدا. طالما في كاميرات بتصور من كذا زاويه كان لازم المخرج يعيد لقطه زي دي، لقطه مهمه جدا. لعيب الاهلي بيطلب بضربه جزاء، كون ان المخرج ما يعيدش اللقطه دي من زاويه قريبه يبقى اكيد اللعبه فيها شك كبير قوي انها ممكن تبقى ضربه جزاء، علشان كده هو ما رضيش يعيدها. نروح للحاله اللي بعديها هنا فاول لصالح النادي الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، طبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها والحاله دي مهمه جدا. هنا بص هتلاقي لعيب سان داونز ما لعبش على الكوره، بص على القدم، طبعا ارتفاع القدم بالطريقه ديت هنا في تهور زي ما احنا شايفين مع بعض. كان لازم هنا الحكم يديله انذار. اللعبه زي دي تدخل بقوه بالطريقه دي لازم تديله انذار في لعبه فيها تهور وفيها تعمد ان هو يضرب برجليه. نروح للحاله اللي بعديها، الحاله دي الحكم حسب فاول على لعيب النادي الاهلي. نشوف مع بعض كده هتلاقي الالتحام بنفس الطريقه، الاثنين لعيبه بيرفعوا القدم بنفس الطريقه، وادي الالتحام بنفس الطريقه. تخيل بقى ان الحكم هنا حسب فاول على لعيب النادي الاهلي وكمان اداله انذار. يعني لعبه زي دي اللاعب ياخد انذار، ولعبه زي دي اللاعب هنا ما ياخدش انذار. طبعا برضو قرار غريب جدا من الحكم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا تدخل بقوه من لعيب سان داونز على لعيب النادي الاهلي، هنشوف مع بعض. طبعا برضو الكره دي ما تعادتش، لكن هنا الحكم ما حسبش اي حاجه، واول ما اللعبه ما توقف ادى اللاعب انذار، وممكن نقول هنا قرار الحكم قرار سليم، ادى اتاحه فرصه. لكن اللاعب اللي وقع ده واداله انذار هو اللي عمل الفاول بعديها على طول بطريقه برضو فيها تعمد زي ما احنا شايفين مع بعض، وكان هنا لازم يديله الانذار الثاني ويبقى طرد للعيب سان داونز. لكن هنا الحكم ما ادالوش الانذار، وطبعا برضو هنا قرار الحكم قرار خطأ.